وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع الله سبحانه غضب عليه. وما هذه المرتبة السامية والمنزلة العالية عباد الله إلا لأن الدعاء تجتمع فيه من أنواع التعبد ما لا يجتمع في غيره، فيستدعي حضور القلب وعبادة الله بالتوجه والقصد والرجاء والتوكل والرغبة فيما عنده والرهبة من عذابه، ويستدعي عبادة اللسان من اللهج بالتمجيد والتحميد والتقديس والطلب والمسألة والابتلاء والتضرع، ويستدعي عبادة البدن بالانكسار والاستكانة بين يدي الله عز وجل والتذلل له والتبري من الحول والقوة إلا به، مستغيثا به سبحانه وتعالى دون سواه، إلى آخر ما هنالك من أنواع العبادة التي يشتمل عليها الدعاء. ولهذا قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي لولا عبادتكم الشاملة لنوعيها، دعاء العبادة ودعاء المسألة والطلب. عباد الله، إن الدعاء عبادة سهلة ميسورة مطلقة غير مقيدة أصلا بمكان ولا زمان ولا حال، فهي في الليل والنهار، وفي البر والبحر والجو، وفي السفر والحضر، وحال الغنى والفقر، والمرض والصحة، والسر والعلانية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. والدعاء عباد الله هو وظيفة العمر، وهو مع المسلم في أول منازل العبودية وأوسطها وآخرها، ليعيش العبد دائما في حال الالتجاء والافتقار إلى خالقه ومولاه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وملازمة الدعاء أخذ بأسباب رفع البلاء ودفع الشقاء، كما قال تعالى لخليله: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وقال عن نبيه زكريا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فكم من بلاء رد بسبب الدعاء، وكم من بلية ومحنة رفعها الله بالدعاء، ومصيبة كشفها الله بالدعاء، وذنب ومعصية غفرها الله بالدعاء، فهو حرز للنفس من الشيطان وترس لرد السهام. وقد قال تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وكم من رحمة ونعمة ظاهرة وباطنة استجلبت بسبب الدعاء من نصر وعز وتمكين ورفع درجات في الدنيا والآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فلله ما أعظم شأن الدعاء وأعظم فضل الله ونعمته على عباده به. ولهذا فإن العبد كلما عظمت معرفته بالله وقويت صلته به كان دعاؤه له أعظم وانتصاره بين يديه أشد. ولهذا كان أنبياء الله ورسله أعظم الناس تحقيقا للدعاء وقياما به في أحوالهم كلها. وقد أثنى الله تعالى عليهم بذلك في القرآن، وذكر جملة من أدعياتهم في أحوال متعددة ومناسبات متنوعة. قال تعالى في وصفهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكما أن سبحانه وتعالى وصف الأنبياء بالدعاء ونعتهم به وأثنى عليهم بتحقيقه، فقد وصف بذلك أيضا المؤمنين الصادقين وعباد الله الصالحين. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال سبحانه في وصف أهل الجنة عندما يدخلونها بسلام آمنين: تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فبهذا عباد الله يظهر نفع الدعاء وجلالة قدره في حياة العبد وبعد مماته. أما في الحياة فبدعاء المسلم لنفسه ولغيره من المسلمين وبدفع الأعداء وعدوانهم وكيدهم وشرورهم. وأما بعد الممات فهو من الصلات التي يصل بها المسلم وفي الصحيح: أو ولد صالح يدعو له. وفي التنزيل المبارك: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن مثل هذا تنفق الأعمار وتبذل الأوقات ليصفو حال العبد مع ربه وتتحسن أحوال المسلمين وتحفظ كرامتهم ويدعو اللاحق للسابق
بدل أن يعاملهم بشحناء ويكن لهم البغضاء ويهتم بذكر المثالب وعد المعايب كما هو حال بعض القوم في مثل هذا الزمان. فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فالعز والشرف في تقوى الله عز وجل، والسعادة والفلاح لأهل التقوى. تقوى الله عز وجل كنز عظيم وجوهر عزيز، خير الدنيا والآخرة مجموع فيها. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. القبول معلق عليها، إنما يتقبل الله من المتقين، والغفران والثواب موعود عليها. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أهلها هم المزكون وهم الأعلون في الآخرة والأولى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والتقوى هي حكمة وغاية الصيام عباد الله. حكمة الصيام وغايته تقوى الله عز وجل. تقوى يتمثل فيها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى صادقة دقيقة يترك فيها الصائم ما يهوى حذرا مما يخشى. ولئن كانت أحكام الإسلام وأدابه وأوامره ونواهيه كلها سبيل التقوى، فإن خصوصية الارتباط بين الصيام والتقوى شيء عجيب. فالتقوى عباد الله تعلمنا أن الصوم الحق هو إمساك لهذه الجوارح عن الأذى، وفطام للنفوس عن الهوى. الصوم الحق هو الذي يرتقي بالإنسان إلى درجات الكمال ومراقي السؤدد، ويخلصه من أسر الملذات وظلمة الخطايا. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه امرؤ أو قاتله فليقل إني صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الكثير من الصائمين عباد الله لا يلتفت إلى هذا المعنى العظيم الذي من أجله شرع الصوم. وربما وقفوا مع عبارة الفقهاء في تعريفهم لهذه العبادة بأنه الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فاكتفوا بتحقيق ظاهره ولم يلتفتوا إلى حقيقة هذا الامتناع والإمساك عن المفطرات، وهو أنه إذا قدروا على منع أنفسهم من الأكل والشراب وهو من الحلال، فهم أقدر على منع أنفسهم من المحرمات.